أخواتي، إخواني المغاربة، السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. إذا كنرحب بكم في هذا الموعد المتجدد اللي كنتكلموا فيه دائما عن القضية المقدسة بالنسبة للمغرب والمغاربة، اللي هي قضية الوحدة الترابية للمملكة. لم نفاجأ بتوغل الجيش المغربي داخل ما كان يسمى بالمناطق العازلة. أنا كان سبق ليا وتكلمت على هذا الموضوع، وتكلمت بالضبط في احد الفيديوهات ديالي، وهذه واحد 3 سيمانات، على توغل الجيش المغربي والوحدات ديال الجيش المغربي بالمعدات الثقيله داخل مدينه، في ولايه أوسرد، اللي هي كانت تعرضات مؤخرا لواحد الرشقات صاروخيه من طرف جبهه البوليزاريو. الان كندوزو لواحد الصداد اخر، حيث انه قناه فوكس نيوز اكدت بهذا التوغل هذا ديال الجيش المغربي في المنطقه، فيما يسمى بالمنطقه العازله، ووحدات ديال الجيش الان راها كتبني واحد طريقين: طريق اللي غادي يربط ما بين الزويرات و أوسرد، وطريق اخر اللي غادي يربط ما بين ام قرين وقلة الزمور. الان خاصه هذه المسائل هذه ملي شفنا التحركات اللي كان دار المغرب مؤخرا، لتكمله المبادره الملكيه وتجسيدا لهذه المبادره لفك الدول، دول الساحل، لفك العزله عنهم، حيث ان جلاله الملك كان اقترح عليهم في اطار واحد المشروع كبير عنده علاقه بالاطلسي، باش انهم يولجوا المحيط الاطلسي عن بوابه المغرب مرورا بموريتانيا. اذا لاحظتوا بان السيد نزار بركه اللي هو وزير التجهيز المغربي كان استقبل في الرباط نظيره الموريتاني، وكل شيء لاحظ كانوا شادين في يديهم الخرائط ديال المنطقه، وكانوا تيوجدوا لهذه الحمله هذه. اذا انا بالنسبه لي كتعتبر صفعه لا للنظام ديال كبرانات الجزائر ولا لجبهه البوليزاريو الارهابيه. اذا اللي واقع بالضبط هو كالتالي: كانوا، اذا لاحظتوا في الاول، باش نعطيكم شويه ديال ليستوار ديال هاد لافير، كانت في الاول هاد الكولوار هذا اللي كانوا كيمروا منه لجبهه البوليزاريو والمحيط الاطلسي، كان في التدخل ديال الكركارات المغرب صافي يسد عليهم هذا الحائط من هذه الجهه هذه. دابا غادي ان شاء الله غادي تدوز واحد الطريق على هذا المستوى هذا حتى توصل للزويرات. هنا كاينه موريتانيا، هنا غادي تدوز طريق وحده راهم دابا خدامين فيها، وكاينه عاوتاني طريق اخرى في هذا الممر هذا الفوق ديال ما بينات ام قرين وقلة الزمور. وطبيعه الحال باش غادي يحميو هذا الطريق وهذا الطريق، خصهم هذا الحيط هذا كامل غادي يدوز ان شاء الله الحدود الدوليه، وغادي تسد هذه المنطقه هذه. وكنا ديجا هضرنا فاش كان الجيش الملكي زيد، هنا كانت تقريبا واحد 14 كيلومتر على المستوى ديال المحبس، كان الجيش هز الحيط وزيدوا الى الحدود الدوليه مع الجزائر، خلى غير واحد 9.6 كيلومتر، قلت 9 كيلومتر ونص، هي اللي خلى ما بين الجدار الدفاعي المغربي والحدود الدوليه. كنظن الان غادي يبقى غير هذاك الكولوار اللي الفوق تحت المحبس، اللي غادي نشوفوا كيفاش غادي يتعاملوا، شنو هو ردة الفعل، حيت المغرب راه منين كانوا ذوك الرشقات ديال جبهه البوليزاريو الارهابيه على المدن الامنه في السماره وفي أوسرد، راه المغرب ما دارش واحد ردة فعل لغد ليه جا وبدا كيغير معالم ديال الجدار او شيء من هذا القبيل. ولكن راكم كتعرفوا الدبلوماسيه المغربيه الحمد لله هي دبلوماسيه اللي حكيمه مترزنه، وهذا الشيء كتقلتو. كان واحد التشاور مغربي مع الحلفاء ديالو، وخاصه مع الشقيقه موريتانيا، لان موريتانيا كتعتبر بالنسبه للمغرب هي حلقه جد مهمه، واللي غادي نبنيو ان شاء الله واحد الاواصر ديال التنميه وديال الاقتصاد مع هذه الدوله الشقيقه. للاسف مؤخرا كان رئيس ديال الجمهوريه الاسلاميه في موريتانيا كان تعرض
واحد محاولة الاغتيال منين استدرجوا الرئيس الجزائري. حيت راكم عارفين ما كانش الرئيس ديال موريتانيا ما كانش باغي يمشي لتما لهذيك المنطقه، يعني حيت معروفه بان النواحي ديال تيندوف هذيك المنطقه هي مدججه بالاسلحه، فيها الارهابيين، فيها الناس من شمال مالي، فيها الجبهه البوليزاريو، فيها المعارضين الداخل ديال جبهه البوليزاريو، يعني فيها واحد كاين واحد اللا امن ولا استقرار في ديك المنطقه. ولكن مع ذلك يعني الكل يعني تفاجأ علاش الرئيس الموريتاني اللي هو يعني كان داز في رئاسه الاركان الموريتانيه، كان هو رئيس يعني الاركان العامه للجيوش ديال موريتانيا، وكان تحته المخابرات العسكريه وتابع ليه الدرك وتابع ليه الامن، يعني هو نورمالمون على درايه بما يقع في ديك المنطقه. ولكن مع ذلك مشى لتما وتعرض لهذيك المحاوله ديال الاغتيال، اللي الحمد لله انها محاوله فاشله، حيث كانت هذه محاولات الاغتيال يعني نجحت كره كلشي تضرب تقريبا في زيرو. حيت الا طلع عاوتاني يعني بين مستوى الجدائر يطلع شي مسقط الوالدين في الرئاسه اللي هو معادي للمصالح ديال المغرب كما هو حاليا الحال فاش كان الرئيس محمد عبد العزيز، يعني كنا غادي نرجعوا عاوتاني للور. وكان هذا الموضوع ديال الشراكه مع دول الساحل غادي يكون بين قوسين، وكان الموضوع ديال يعني الخط ديال الغاز ما بين نيجيريا والمغرب حتى هو غادي يكون فيه مشكل، بان من نرجع الرئيس يعني لبلاصتو عاد تنفسنا كاملين الصعداء وقلنا بان هذا الغلط اللي وقع فيه راه ان شاء الله ما غاديش يتكرر. وهي رساله يعني للعالم بان هذه المنطقه هذه راها منطقه غير امنه. الامن والاستقرار راه كاين في موريتانيا الان، يعني بغينا ناخذوا بشكل عام الدول ديال شمال افريقيا، الامن كاين والاستقرار كاين، السياسي والاقتصادي والامني كاين عند المغرب وعند موريتانيا. الان هاد الدول اللي هي كتحارب هذا الاستقرار وباغي دير عدم الاستقرار في هذه المنطقه هذه، واللي يعني راكم عارفينها، هاد الدوله هذه اللي فيها الان حكمها عصابه باغيه تحارب، باغيه تدخل في حرب على المغرب. والمغرب الحمد لله هذاك الضغط اللي كان عليه، يعني هذه تقريبا واحد السنه اللي كانت مورس عليه من طرف لا الرئاسه ديال الجزائر ولا يعني الشنقريحه ولا يعني كبار الجنرالات ديال الجزائر اللي كانوا كل مره يخرجوا وكيهدوا المغرب الى غير ذلك. الان الحمد لله المغرب هو في واحد يعني في واحد المنطقه اللي هي مريحه جدا. والتحالفات اللي دار مؤخرا المغرب والاتصالات اللي دار، لاحظتوا بان يعني المفتش العام للقوات المسلحه الملكيه كان استقبل المنسق العام ديال المينورسو باش يديروا هاد الخطوه هذه، لان هاد الخطوه هذه راه دخلنا يعني ما دخلش الجيش الملكي بوحده باش يدير هاد الانجازات، ولكن راه جبنا معنا الناس ديال يعني المراقبين العسكريين، الشق العسكري ديال المينورسو اللي هما يعني كيحافظوا على اطلاق النار في ديك المنطقه، جبناهم. حنا دخلنا دابا بهذه المسائل اللي هي تجاريه اللي غادي المغرب غادي يحميها وقادر باش يحميها، الا بغات عاوتاني الجزائر يعني تمد البوليزاريو يعني بصواريخ ودير لنا البلبله في هذيك المنطقه. وفي هذه الحاله هذه راه موجدين حنا البلان، حنا المغرب راه ما كيبغي يدخل شي بلان، راه عنده البلان ا وعنده البلان بي وعنده البلان سي. هذا راه غير البلان ا ديالنا، غنشوفوا دابا رده الفعل كيفاش غادي تكون. دابا حنا كنبنيو غادي نبنيو ان شاء الله في هذه الطرق اللي غادي نحاولوا يعني نوصلوا نمدوا الطريق حتى للمنطقه ديال المنجم ديال الحديد ديال موريتانيا، وان شاء الله من تما يعني التومبوكتو النيجر حتى لتشاد راه غادي تمد هذه المنطقه هذه كامله، يعني بالطرق سواء دي فوا رابيد، سواء طرق السياره، سواء يعني طرق عابره كدوز منها الشاحنات. الان هذه الخطوه هذه هي خطوه جباره ان شاء الله راه قدم عليها المغرب، ونتمنوا على الله ان الامور احنا قادرين. كيف ما قلت لكم احنا يعني الجيش المغربي راه ما كيدير واحد الخطوه راه كيعرف شنو كيدير. حنا ان شاء الله غادي نحميو هذا الانجاز هذا كيف ما حميناه في الكركارات وكيف ما حميناه قبل الكركارات، يعني لا في السبعينات لا في الثمانينات. حنا راه الحرب حنا مولفين بها الحمد لله. اللي بغى السلم الامن حنا كنمشيو فيه، اللي بغى هذيك لافوا الاخرى حنا كنمشيو فيها. اذا كنشكركم وكنعطيكم موعد ان شاء الله غدا او بعد غد في فيديو اخر بحول الله وشكرا.